خسرنا 1-0 في الوقت بدل الضائع، هدف في زائد 90، وكان لازم نخسر. كان لازم الأهلي يخسر النهاردة من شبيبة بلوزداد عشان نفوق، عشان نعرف إن ما عندناش مدرب، عشان نعرف إن ربنا مش هيسترها معانا في كل مرة. سترها معانا في ماتش إنبي لما ضيعوا ضربة جزاء في الدقيقة 87 ومحدش فاق. خسرنا في الوقت بتاعنا، الوقت بدل الضايع، وخطأ ايه؟ خطأ رهيب، خطأ لا يمكن حد يصدقه. ومن مين؟ من محمد الشناوي. محمد الشناوي اللي جمهور الأهلي ذبحه الأيام اللي فاتت، جمهور الأهلي اللي ذبحه الأيام اللي فاتت. كرة سهلة في متناول محمد الشناوي، نزل لها، بدل ما يمسكها، بدل ما يردها على جنب، ردها قدامه. دي 91 ردها قدامه وهو بقى على الأرض والجول فاضي. جنبه 4 من الأهلي، 4 لابسين كحلي من الأهلي، 4 حواليه، واحد من شبيبة بلوزداد فقط. الواحد ده هو اللي سبق ال4 وجاب جول. 1-0 مع السلامة. بلوزداد كسب المباراة. أول هزيمة للأهلي في الموسم الحالي، أول هزيمة للأهلي في تاريخه من بلوزداد، أول هزيمة للأهلي بعد 27 ماتش في إفريقيا بدون هزيمة. بس للأسف نستاهلها 100%. ولو الماتش خلص 0-0 كان هيغطي على بلاوي لازم تتكشف دلوقتي وبسرعة. النهاردة الصبح في الفيديو الصباحي ومسجل موجود قلت لكم اختبار لكولر، يا ترى هيلعب اللعيبة اللي بوظت له الماتش اللي فات ولا لأ؟ لو لعبهم يبقى ما بيعرفش. والله العظيم مش بس لعبهم، ده لعبهم ولعب اللاعبين اللي كانوا مبوظين له الماتش اللي قبله. يعني نقى اكتر عدد من اللاعبين بوظوا له ماتشاته وافسدوا له لعبه وحطوهم مع بعض. وايه؟ وغالبا نص الفريق مش في حتته. لا 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 لا، الحقيقة الجزء الأخير من المباراة النهاردة فضيحة بكل المقاييس، عجز تام، فوضى رهيبة. الأهلي منكمش، الأهلي بطل مصر وبطل إفريقيا منكمش، الأهلي محاصر، بطل مصر وبطل إفريقيا محاصر. دي 6 مباراة للأهلي هذا الموسم ما نجيبش فيها جوال، 6 مباراة ما نجيبش جوال. ودي المباراة التانية على التوالي اللي ما نجيبش فيها جوال، لأن احنا متعدين مع إنبي آخر ماتش. خسرنا 1-0 من شبيبة بلوزداد، ورصيد الأهلي اتجمد عند 7 نقط. والمباراة الجاية للأهلي يوم 11 بعد 8 أيام في العاصمة العاجية أبيجان أمام استاد أبيجان. ولو خسرنا أمام استاد أبيجان هيبقى تأهلنا لنهائيات دوري أبطال إفريقيا صعب للغاية، هيبقى تأهلنا صعب للغاية. لكن تعالوا معانا نبدأ بتشكيل النادي الأهلي. تشكيل عنوانه السكوت على كولر جريمة. الأهلي مش محتاج صفقات قد ما هو محتاج مدير فني. الأهلي محتاج مدير فني يعرف شغله، مدير فني يعرف لاعبته، مدير فني يعرف مين الكويس ومين الوحش، مدير فني يعرف التشكيل الأفضل، مدير فني يعرف مين أحسن لاعب في أي مركز. سبحان الله، احنا معانا كولر اللي إنجازاته طاغية بمعنى الكلمة، لكن تخاريفه هذا الموسم بشعة. خلاص وقته خلاص، بكل وضوح كولر وقته خلاص. واستمراره في النادي الأهلي كارثة فنية، كارثة بمعنى الكلمة. أي حد يدافع عنه هو حر، حقه، وجهة نظر، إنما بقول لكم بكل الوضوح استمرار كولر في الأهلي كارثة فنية. تشكيل لو هيحطوا واحد متعصب من اللي بيكرهوا النادي الأهلي
مش هيحطوا كده. فاكرين ماتش الذهاب اللي كسبناه 6-1؟ بدأ بخالد عبد الفتاح باك يمين. في الماتش ده مزيان الوينج الشمال بتاع شبيب بلوزدان السريع قوي عمل فيه كل حاجة. اضطر كولر والأول مرة إن يغيروا بين الشوطين، غير خالد عبد الفتاح بين الشوطين ورجع أكرم باك يمين. يبقى واضح وكولر عارف إن مزيان الوينج الشمال بتاع بلوزداد كل عيش على خالد عبد الفتاح، وإن أي تكرار للموضوع هيبقى جريمة. يقوم يبدأ بخالد عبد الفتاح النهارده باك يمين. ليه بتكرر خالد عبد الفتاح وعندك أكرم توفيق وعندك عمر كمال عبد الواحد؟ ليه بتكرر لاعب فشل ذريع وانت اللي اعترفت ان هو فشل لما غيرته بين الشوطين؟ ليه بتأذي النادي الأهلي؟